السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة نعمل مع بعض طريقة حلوة جدا للكفتة أو باللحمة المفرومة. عايزة نص كيلو لحمة مفرومة زي ما انتم شايفين كده. عايزاها تكون فيها دسم شوية، ممكن تقولوا له لجزار يحط لكم فيها حتة ليا أو حتة لحمة سمينة يعني، وكمان يخليها ناعمة شوية، ما يخليهاش لحمة مفرومة تكون خشنة. يعني يعملها لكم مرتين ولا حاجة في المكنة، او تجيبوها في البيت تعملوها براحتكم في الكبة. بس انا عايزة نص كيلو، وعايزة زي ما انتم شايفين كده كزبرة او شبت 4 معالق كبار، وعايزة بصل برضو مبشور. بصوا انا طلعت صفيته طبعا بالمصفى، واخده منه المية بتاعته. وعايزة كمان بهارات لحمة، وعايزة فلفل وملح، وكمان زي ما انتم شايفين كده انا اوريكم دي جوزة الطيب. بس عايزه اقول لكم لو اللحمه عندكم مش دسمه ممكن تحطوا فيها معلقتين زبده، وانتوا بتعملوها في الكبه تاني، عشان احنا هنفرمها تاني في الكبه يعني بالمكونات اللي احنا شايفينها دي. هنحط كل المكونات دي بس ما عدا طبعا الميه. نحط البصل بس معانا في الكبه، الميه بس هنصبع بيها زي ما هوريكم دلوقتي كده مع بعض. بس دي المكونات اللي انا عايزاها دلوقتي. زي ما احنا شايفين كده هننزل بالبصله الكبيره اللي بشرينها، او بصلتين صغيرين. بسم الله كده. ننزل عليهم كمان بالخضره اللي احنا مقطعينها. نحط دلوقتي بهارات اللحمه. بسم الله زي ما احنا شايفين كده. نحط كمان الفلفل، نحط معلقه كبيره ملح، كمان هنحط رشه كده من جوز الطيب، بس ده اللي انا عايزاه دلوقتي. بقى زي ما احنا شايفين كده هنبدا نعجن المكونات كلها مع بعض، وبعد كده هنديها فرمه كده في الكبه عشان تبقى طريه. زي ما احنا شايفين دلوقتي كده احنا جبنا الكبه، نحط فيها اللحمه كلها. بسم الله. دلوقتي كده هنفرم. بسم الله. كده زي ما احنا شايفين كده نعمل كده كده خلاص تمام كده. بقى هننزلها من الكبه ونصبحها كده زي ما احنا شايفين تمام كده. نحطها في الطبق بقى عشان نصبحها كلها. بسم الله. بصوا كده بقى زي ما احنا شايفين كده. بصوا نجيب قطعه كده. بصوا هي بقت ناعمه جدا وماسكه نفسها، عشان محدش يقول اللي هي ايه مش ماسكه نفسها اهي. بصوا اهو كده. دلوقتي بقى هنحط زي ما احنا شايفين كده شويه ملح، وكمان هنحط شويه فلفل. نحط كمان شويه فلفل بس، ونقلبهم كده. هنقلبهم كده زي ما احنا شايفين كده، بس عشان نصبع بيهم بقى الكفته كده. زي ما احنا شايفين كده ناخد قطعه كده صغيره، نعملها كده زي ما انتم شايفين. واخد من الميه دي بتاعه البصل كده زي ما احنا شايفين كده، واحطها عادي كده. بس زي ما احنا شايفين كده ونحطها ونعمل الكميه كلها كده. هعمل معاكم واحده تاني كده، هناخد واحده تاني كده قطعه تاني زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين ناخد برضو من ميه البصل كده. بصوا انا اخد معاكم قطعه تاني كده زي ما احنا شايفين، اكورها كده، وبعد كده اخد من ميه البصل كده. عايزه اقول لكم بجد ميه البصل بتخليها تحفه. بس ونكرر بقى العمليه دي بقى كذا مره كده لغايه ما نخلص. هعمل معاكم واحد تاني اهو كده لغايه اما الكميه كلها تخلص، وبعد كده بقى نقليها. اللي عايز يقليها على جريل عادي، بس هنحط سمنه بلدي بجد بتفرق معاها وتبقى طعمها حلو. انا هعملها في الطاسه عادي، هوريكم دلوقتي.
كده زي ما احنا شايفين الكميه كلها كده خلصتها. دلوقتي بقى هنقلي كده. دلوقتي بقى هننزل بالزبده البلدي. بسم الله. كده دلوقتي بقى نزلنا بقطعه زبده بلدي كده، ننزل تاني بحته كده عشان هنقلي فيها دلوقتي الكفته بتاعتنا. كده زي ما احنا شايفين الزبده خلاص سخنت. كده هننزل بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، كده بالكفته بتاعتنا. كده هننزل بكميه الكفته كلها كده. بس عايزه اقول لكم بصوا، مش بتفك ولا اي حاجه، بس نديها صدمه عشان ما نقلبهاش وما تكونش استوت من تحت، عشان تمسك بعضها يعني ما تفكش مننا. بس هي مش هتفك زي ما انتم شايفين كده. كده زي ما احنا شايفين دلوقتي، كده زي ما احنا شايفين كده. بسم الله. هنقلبها كده بس ما اتحرقتش ولا حاجه ولا فكت من بعض. عايزه اقول لكم بعد كل قليه وقليه نشيل ده كده زي ما احنا شايفين كده، عشان ما يبوظش الطبقه اللي يعني اللي هنحطها بعدين. كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده. الصغير ده مش مشكله يعني، نسيبه مش هيمسك في طبقه الكفته التانية يعني. كده حطينا تاني طاسه زي ما انتم شايفين كده. هي بجد بتعمل كميه. عايزه اقول لكم لو فكت منكم، لو حد نعمها قوي، ممكن تحطوا معلقتين بقسماط بس. وكده الكفته بعد ما خلصت وبالهنا والشفا. طبعا تحطوها في سندوتشات او عيش بلدي جنب طحينه او سلطه خضراء، بجد تبقى تحفه. جربوها، يا ريت تجربوها بجد تحفه. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. نحط كده برضو عليها بسم الله الرحمن الرحيم شويه خضره كده من فوق، هيخليها في حته تانية خالص بجد. الخضره دي زي بتاعت بره بالظبط. بالهنا والشفا.